الجزائري يقول الحكومة الجزائرية مقصرة في الثورة السورية. ما هو بمقصرة. الحكومة الجزائرية يا أخ بشير خائنة للثورة الجزائرية، خائنة للمسلمين، مع الحكومة السورية وتدعمها وتؤيدها، وهي مع الصفويين ضد الإسلام والمسلمين. ليش ما كان في الجزائر ثورة يا شيخ؟ ليش ما كان في ثورة؟ الحكومة الجزائرية وهي مستبدة. ليش ما كان في ثورة؟ دكتاتورية ظالمة محاربة لله ورسوله. هي والعراق ولبنان هذه موقفهم واضح في الخيانة. فيه ناس موقفهم ضبابي، في ناس حكومات موقفها ضبابي وسط. وأما مصر فقد رجعت إلى الصواب ورجعت إلى الحق، ومواقفها الأخيرة مواقف مشرفة. وأنا أقول أنه يجب أن يقوم الحلف الآن، الحلف بين تركيا ومصر والسعودية ضد الدولة الصفوية. هذا الحلف هو الذي سيوقف الصفويين عند حدهم. تتوقع الجزائر فيها شيء قادم؟ ما أدري والله، ما أظنه الآن يعني في الفترة القريبة. والله ما يعني الشعب الجزائري شعب نبيل وشعب مجاهد وشعب قوي، ولكن اللي حصل في التسعينات مؤلم جدا ومخيف انه يتكرر، ولذلك الشعب الجزائري متردد جدا، لانه يعني اكثر من 100,000 الذين قتلوا في الجزائر بسبب تلك الاحداث. لكن هل يحصل شيء؟ قد يحصل هبة من الناس، ولكن الضغط المستمر ويكون ضغط سلمي. أنا ضد أنه يصير فيه ثورة مسلحة، لأن شفنا آثارها اللي في الجزائر.